الإخوان السلام عليكم. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. الموضوع ديال هذا الفيديو هذا هو عقود العمل. بزاف ديال الناس كيتصيدوا في عقود العمل، بزاف ديال الناس بين قوسين كيتقلبوا في عقود العمل. مؤخرا كنت في المغرب، وتحية لجميع الأصدقاء اللي تلاقيتهم وسلموا عليا وسلمت عليهم، شكرا لكم بزاف. وسمعت بزاف ديال القصص من عند الأصدقاء اللي كانوا كينتظروا انهم يجيهم عقود العمل من اسبانيا. باش نوضح لك في هذا الفيديو اشنا هي المراحل اللي كيدوز منها عقد العمل، باش تعرف داك السيد اللي موعدك تبع عقد العمل واش بصح ناوي معاك المعقول ولا ناوي انه ينصب عليك. اولا عقود العمل ما لقاوهمش الناس اللي في اسبانيا، باش نوضح معاكم كما معكم دائما المصداقيه. راه في اسبانيا هنايا الناس المهاجرين اللي باغيين يصيبوا الوريقات كيقلبوا على عقود العمل وكيلقاوهم بالريق الناشف، يعني كاينين صعوبات. والناس ديال اسبانيا راه غيحكيو لكم ملي كتسمعوا شي واحد عايش في اسبانيا 7 سنين و8 سنين و10 سنين و9 سنين وما جاش للمغرب، راه السبب الوحيد هو هذيك الكونطرا ما لقاهاش باش يصايب بها الوراق. هذا هو السبب الوحيد اللي كتلقى الانسان في اسبانيا ما مصايبش الوريقات، راه هو السبب ديالو هو الكونطرا ما لقاهاش في اسبانيا. عاد غيجي واحد انت ويكذب عليك ويقول لك رانا عندي دي كونطرا دي ترافاي ونجيب لكم 30 كونطرا و40 كونطرا و50 كونطرا. هو ماشي شركه باش يجيب لك 40 كونطرا، غير من يقول لك 40 كونطرا عرفوا راه باغي ينصب عليك. اولا شكون هما الناس اللي عندهم الحق تجيهم عقد العمل؟ بالنسبه لي عندك والديك، الا انت كاين في المغرب وعندك والديك عايشين في اسبانيا، الاب ديالك ولا الام ديالك، هنايا غادي نقول لك البروسيدور منين كدوز الكونطرا ديال الخدمه. هنايا ما كيكونش مشكل بزاف لان والديك هما اللي غيكونوا شافوا لك الكونطرا مع السيد اللي كيخدموا معاه، طلبوه ولا هو باغي يعاونهم، عاونوا له القصه ديالك ان عندي ولدي ولا بنتي في المغرب وخاصني نجيبها وكذا وكذا وما يمكنش دير لها التجمع العائلي لان العمر ديالها اكثر من 18 سنه. الحل الوحيد هو انني خاصني نجيب لها كونطرا ديال الخدمه. يقول لك ماشي مشكل، هاك ها كونطراتو ديال الخدمه. هنايا طريقه سهله، هنايا اسبانيا ما كتشرطش عليك تقول لك مثلا لا خاصك تجيبو في هذه الحرفه ولا هذا، لا. ملي كيكونوا عندك والديك في اسبانيا قلبوا لك على واحد العقد ديال العمل كيف ما بغات تكون المهنه، تكون حلاق، تكون صدور، تكون زلايجي، تكون الومنيوم، تكون ميكانيك، انفورماتيك، خيستيون، كيما بغات تكون المهنه ماشي مشكل. لان هذا النوع ديال الكونطرا بما ان والديك كاينين في اسبانيا كيعفيوك انك تدوز عن طريق مكتب الشغل. ردوا معايا البال، عندك باك ولا امك في اسبانيا وقلبوا لك على واحد العقد العمل، هذاك العقد العمل ما كيدوزش على مكتب الشغل، كيدوز مباشره لمكتب الهجره. والمكتب الهجره كنقدموا له الوثائق، داك العقد العمل، الباسبور ديالك، الوريقات ديال الشركه، الوريقات ديال ربط الشركه، لابيدا لابورال ديال الخدامه ديال الشركه، كل ما كيتعلق بالشركه. باش مكتب الهجره كيطلب لك مجموعه ديال الوثائق تتقدمهم، كيدرس لك الملف. ملي كيدرس لك الملف، اولا انت ملي كيدرس لك الملف كيعطيك هذاك الدوسي ديالك، كيكون عنده واحد النيميرو النيي، واحد النيميرو ديال اكسبيدينتي، باش انت كتبقى تدخل الباغينه الصفحه ديال مكتب الهجره وكتبع الدوسي ديالك بحال كما عندي في هذه الورقه هنايا، انا بريباريتها هنايا. كتبقى تدخل دائما وكيبقى يبان لك الدوسي ديالك بالسميه ديالك، تيبقى يبان لك تراميتي. هنا كتعرف بلي راه فريمون انت دافعين لك واحد العقد العمل في اسبانيا. من بعد ما كدوز هذه المرحله ديال المعالجه، مكتب الهجره كيجاوبك، يا اما كيقبل لك يا اما كيرفض لك، ولكن دائما راه كيعطيك واحد الورقه بحال هذه هي القبول، هذه هي الريزوليسيون باللي راه مكتب الهجره يقبل لك يرفض لك. الا قبل لك راه كيكتب لك هنا كونسيدير، ولا رفض لك راه كيكتب لك دينيغا، يعني راه رفضنا لك. ومني كيرفض لك كيعطيك السبب، كيقول لك علاش رفضنا لك. ربما هذا الكونطرا مولاها عنده مشاكل مع لاسيندا، مع الضريبه، ربما عنده مشاكل مع الضمان الاجتماعي، ولا ربما ما عندوش الامكانيات الماديه باش انه يخلصك وكترفض لك.
في الحاله الا كان الجواب ايجابي وجاوبوك بالقبول فافورابلي، ضروري يصيفطوا لك هذه كيصيفطوها لك من اسبانيا، باش انت ملي كتمشي للقنصليه. وسمعوا لي الناس اللي مشاو للقنصليه قال لهم هذاك السيد راه غادي يطبع لكم الفيزا، ما عرفت طبع عليهم شي قهوه ولا ما نعرف، قال لهم راه هذيك هي القنصليه. ملي كنمشي للقنصليه كدي معايا الريزوليسيون، كدي معايا الكونطراتو ديال الخدمه هذيك اللي غيصيفطوا ليا من اسبانيا باش دفعت انا الدوسي، والوريقات ديال الشركه والديني ديال السيد ديال الشركه، وكندي حسن السيره وشهاده طبيه بلي انا ما مريتش، وكندفع للقنصليه الاسبانيه اللي تابع ليها في المغرب، وكنتسنى المده ديال التراميت ديال القنصليه. وملي كيجاوبوني كيعطيوني الفيزا ديالي، كيطبعوا لي الفيزا كيطبعوها في الباسبور. وملي كيطبعوا لي الفيزا في الباسبور، ملي كتطبع لك الفيزا في الباسبور ديالك، فيزا ديال الخدمه، خاصك تطلع لاسبانيا وتمشي عند السيد اللي مصيفط لك الكونطراتو، تخدم معاه، كيفتح لك الطاب سيغوردا سوسيال الضمان الاجتماعي، وكتبدا كتخدم معاه. وملي كيفتح لك الالطا كتشد الموعد مع البوليس، وكتمشي كدير البصمات، كتبصم وكتهز بطاقه الاقامه ديالك للمده ديالها عام. وهاد البطاقه الاقامه قابله للتجديد الا خدمتي من طبيعه الحال مع داك السيد، خدمتي معاه واحد المده ديال 9 شهور، ملي كتبغي دير تجديد رينوفاسيون لبطاقه الاقامه كيعطيوك 4 سنين. وسمعوني الناس اللي كيجيو عندي وكيقولوا لي راه حنا جينا بالكونطرا الاسبانيه بلا خدمه، جينا الكونطرا الطاليان بلا خدمه. كيفاش واحد جايبك بكونطرا من البلاد لبلادو، لاش باش تجمع معاه باش تجلس معاه؟ لا، جايبك بالخدمه. والقنصليه ما كتطبع لكش الفيزا الا لما كانتش ديك الكونطرا شركه صحيحه وعندها مداخل وعندها ارباح وما عندهاش مشاكل مع الدوله وكذا 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 وكذا، وانها عندها الخصائص باش تخدمك. عاد تجي انت تقول لي راه عطيك واحد السيد كونطرا بلا خدمه. بوان فينال، سالينا هذا الموضوع ديال الكونطرا ولا عقد العمل بالنسبه للناس اللي عندهم والديهم في اسبانيا. دابا غادي نجيو لهاد الفئه اللي كيتعرضوا ليها بزاف ديال الناس للنصب. وبصراحه انا سمعت بزاف ديال القصص اللي عاودوا لي الاصدقاء، الطريقه ديال باش كينصبوا عليهم طريقه عاديه، يعني من الاول تقدر تعيق بها. انا ملي كيبدا يعاود لي القصه يلا كيبدا كنقول له زكا هاد القضيه هذه راه فيها ان هذا غنصب عليك. كيقول لي اصلا انا راه كنعاود لك كيفاش نصب عليا. كنقول له كمل. عقد العمل غتصيفطوا لك واحد الشركه من اسبانيا، راه ماشي اي عقد عمل غيصيفطوا لك وماشي اي مهنه غيصيفطوا لك، خاصك ابعدا واحد المهنه اللي ما كيقلب عليها حتى شي واحد في اسبانيا. لان هذيك العقد العمل، هذيك الكونطرا اللي غيصيفط لك داك السيد من اسبانيا يصيفط لك المغرب، راه ماشي حلاق، لان اسبانيا فيها الحلاقه وفيها بزاف ديال الشوماج جالسين في اسبانيا كيقلبوا على خدمه. يعني هذاك العقد العمل ولا هذاك الكونطرا ديالك كيشدها كتمشي لمكتب الشغل، هذاك المكتب ديال الشغل كيقلب واش كاين شي واحد في اسبانيا كيقلب على هذيك الخدمه اللي طالب داك السيد باغي يجيبها من خارج اسبانيا. الا مكتب الشغل لقى الناس كاينين الناس كيقلبوا على الخدمه في اسبانيا كيقولوا لا اسمح لي ما يمكنش حنا نعطيوك لوتوريزاسيون انك تجيب واحد السيد من برا وحنا عندنا الناس كتقلب على هذيك الخدمه، هنا كيرفضوا له. اما الا مشيتي مثلا ودفعتي واحد عقد العمل لواحد السيد غتجيبو من خارج اسبانيا مثلا، غادي يخدم معاك مثلا في الالومنيوم، راك عارفين هاد السدور الالومنيوم. كاين بعض المهن اللي ما كيدوروش في اوروبا وفيهم واحد النقص حاد، اسبانيا كتقلب عليهم. مكتب الشغل كيشوف ديك الكونطراتو كيقلب، ما كيلقى حتى واحد كيقلب على خدمه. يعني حتى شي واحد ما طالب ديك الخدمه، انت اللي باغي تجيب داك السيد من خارج اسبانيا صافي في ظرف 15 يوم حتى لشهر كيعطيك الاوكي، كيقول لك صافي حنا عطيناك الاوكي ما لقيناش لك الخدام هنايا، جيبو من خارج اسبانيا. ملي غتجيبو جيبو من جيبوتي، جيبو من المغرب، جيبو من بنغلاديش، جيبو منين ما بغيتي، المهم دبر راسك حنا راه ما عندناش. كتشد ديك القبول ديال مكتب الشغل وكتشد عقد العمل وكتشد ورقات كاملين وكتدفعهم كذلك لمكتب الهجره. مكتب الهجره كيشد الدوسي ديالك، المده كيتعطلوا شحال 9 شهور 7 شهور 8 شهور 9 شهور تقدر حتى العام. علاش؟ لان مكاتب الهجره كتبحث في عقود العمل، وعندها ماشي غير عقود العمل، عندها مجموعه ديال انواع
التراميتيس اللي كيصيبوا بهم الناس الاقامه في اسبانيا عليها كيتعطلوا. كدوز المرحله ديال المعالجه، ملي كيجاوبوك كيصيفطوا لك الفافورابلي ديالك، السيد اللي في اسبانيا كيصيفط لك ثاني الفافورابلي، كيصيفط لك الكونتراتو باش تدفع لك الورقه ديال الشركه، وكتوجه للقنصليه ديالك لاسبانيا في المغرب، كتاخذ رونديفو، كتدي ثاني كذلك الوثائق اللي غيجوك من اسبانيا، وكتدي حسن السيره ديالك، باسابورتي ديالك، شهاده طبيه بلا ما فيكش شي مرض، وكتدفع للقنصليه وكتاخذ كذلك الفيزا ديالك، وكتطلع اسبانيا وكتخدم، وكتاخذ اوراق الاقامه ديال سنه، ومن بعد كتبدلهم كذلك 4 سنين، ومن بعد كذلك 5 سنين، وملي كتكمل 10 سنين في اسبانيا يمكن لك تطلب الجنسيه الاسبانيه من بعد ما كتدوز واحد جوج ديال الامتحانات. هذه هي الطريقه ولا المراحل منين كيدوز عقد العمل من اسبانيا حتى كيوصلك. والسيد اللي غادي يجيب لك مثلا عقد العمل، ولا اللي غيقول لك راني دافع لك كونطرا في اسبانيا، ولا راه الشركه فلانيه دافعه لك كونطرا في اسبانيا، خاصك تطلب له دائما قول له اعطيني واحد النيميرو ديال الاكسبيدينتي باش دافعين نتوما الكونطرا ديالي لمكتب الهجره، باش انا من المغرب نتبع الدوسي ديالي. كما كيديروا بزاف ديال الناس اللي كيتواصلوا معايا كيقول لي انا راه مازال تراميتي راه تعطلوا عليا، كنقول له غير صبر، ولكن عندو النيميرو ديال الاكسبيدينتي كيدخل المكتب الباغينه ديال مكتب الهجره، كتبان له سميتو بلا راه دافع واحد العقد العمل تمايا في اسبانيا كذاك، راه تراميتي النهار اش باش تدفع. ماشي انت واحد السيد كيقول لك انا راه دافع لك كونطرا في اسبانيا، باش دافع لك بالشفاوي، شنو عاطيك شي ايفيدونس؟ ما عاطيك والو، عاطيك شي دليل شي ورقه شي حاجه باش كتعرف الدوسي ديالك فين واصل؟ ما نعرف. امتى كل مره كيقول لك اعطيني 6000 درهم لواحد الدوسي، اعطيني 5000 درهم دير واحد التمبر، اعطيني كذا كذا، وكيبقى يطير منك الفليسات. كاين اللي كيطير بعدا 5000 درهم تيقول له تريتمون الدوسي، وكيجمع واحد 30 واحد في 5000 درهم، وانتم راكم عارفين. الاخوان ردوا البال من عقود العمل. انا ما كنتش كنبغي نهضر على هاد عقود العمل، ما كنبغيش ندخل راسي فيهم، كنقول كل واحد الله يعاون ولا يسهل عليه، ولكن ملي سمعت ان بزاف ديال الناس كيقول لك انا و10 صحابي ولا حنا 15 نصب علينا واحد السيد قال لنا راه غادي ندفع لكم عقود العمل في اسبانيا، لا ندفع لكم تما طلبات ديال المنحه، هذا راه عقد عمل. عقد عمل ما لقاوش الناس في اسبانيا. واي واحد غيقول لك مثلا انا راه نجيب لك 20 18 19، عرفوا راه كيكذب. راه عقود العمل واحد جوج. وسولوا الناس في اسبانيا، نتوما سولوا الناس في اسبانيا، سولوا صحابكم، سولوا العائلات ديالكم، سولوا خوتكم، اي واحد دافع عقد عمل في اسبانيا ولا دافع له شي واحد عقد عمل في اسبانيا، ضروري خاصك تطلب منه النيميرو ديال الدوسي ديالك، النيميرو ديال الاكسبيدينتي، باش يمكن لك انت دير واحد التتبع ديال الملف ديالك خلال فتره المعالجه ديالو من مكتب الهجره. وملي كتجاوبك مكتب الهجره راه انت كتبان لك في الباغينه، راه الباغينه راه كتفتح من المغرب راه تدخل لجوجل وغادي تدخل كتفتح وغتشوف الدوسي ديالك حتى كيجاوبوك. وحتى الناس ديال التجمع العائلي حتى هما راه هكا كيديروا التتبع ديالهم ديال الملف ديالهم من المغرب حتى كيجاوبوهم وكتبان له بلا راه فافورابلي. ما تمشيش للقنصليه، ما تمشيش يقول لك شي واحد يلاه نديك نبصمك يقلب لك على شي بيرو يدير فيه شي رايه ديال اسبانيا ويقول لك راه هذه هي القنصليه. لا، حتى كتجيك الفافورابلي ديالك من اسبانيا وتجيك الكونتراتو من اسبانيا. والكونتراتو انا عندي نموذج لانني خاصني نتكلم معكم على هذا الكونتراتو. خاص يصيفط لك الكونتراتو بحال هكا، كونتراتو دي تراباخو انديفينيدو، خاص يصيفط لك كونتراتو عاد يمكن لك تمشي انت للقنصليه من بعد ما تاخذ انت واحد الرونديفو ديال فيزا عمل، وكتدفع الدوسي ديالك للقنصليه، حسن السيره وشهاده طبيه والورقات ديالك. هنايا كيجي لونتروتيان في القنصليه، كاين الناس اللي كيرفضوا ليهم، ولكن ابارتير من 20 ماي المقبل ان شاء الله ما غاديش تبقى القنصليه الاسبانيه ترفض الملفات ديال اي ملف كيجيه القبول من اسبانيا، ما غاديش تبقى ترفضه، لان مكتب الهجره يعطيك القبول هذوك خاص يقبلوا لك، لان بزاف ديال الناس كيدفعوا التجمع العائلي في اسبانيا الاكسترانخيريه كتعطيهم فافورابلي، والقنصليه كترفض لهم لان كتقول انت يلاه مزوج في 2024 هذا الزواج مشكوك فيه.
ربما فيه البيع والشراء وكترفض له، ويقدر يكون داك الزواج فيه تخربيق ولا يقدر يكون نيت صحيح. وكاين ثاني عقود العمل اللي كترفضهم القنصليه، والقنصليه علاش كترفض لك عقود العمل؟ هاد الكونطرا هادي شنو كيكون مكتوب فيها؟ هاد الكونطرا ماشي بحال عقود العمل ديال المغرب. عقود العمل ديال المغرب كتكون فيها غير الشركه اللي مكتوبه غير السميه وانت وهابطين عليك تما بالقوانين اللي كيبقاو يخلعوا فيك. في القنصليه غادي يسولوك، كاين احتمال يسولك على الاسم ديال الخفي اللي غتخدم معاه. السيد اللي غيخدمك في اسبانيا شنو الاسم ديالو؟ الاسم ديالو مكتوب هنا. يعني انت قبل ما تدفع الدوسي ديالك القنصليه خاص تكون الكونطراتو تكون قريتيها من الاول حتى الاخر. يقدر يسولك على الاسم ديال الشركه اللي غادي تخدمك، خاصك تكون عارفها. يقدر يسولك شنو غادي تخدم انت في هذه الشركه هذه، لان هنايا كاتبين لك المهنه ديالك ايودانتي ولا شي حاجه، خيستيون ولا اخينتي ولا شي حاجه. يقدر يسولك كيفاش لقيتي هذا الكونطراتو هذا، كيفاش انت في كازا جاتك كونطراتو من ميلانو ولا من مدريد؟ واش كتقلب في مواقع البحث عن العمل؟ واش عندك شي صديق تمايا؟ واش العائله؟ واش والديك؟ خاص هاد المعلومات يكون الجواب ديالهم عندك. هاد الاسئله الجواب ديالهم يكون عندك. يقدر يسولك على الصالير، ما تبقاش تفتف لي انا الكونطرا مكتوب فيها الصالير. هنا كيكتبوا لك الصالير شحال، كيكتبوا لك الصالير هنايا شحال غيكتبوا لك، وشحال ديال السوايع ديال الخدمه. ويقدر يقول لك دابا هاد الكونطراتو هاد الشركه اللي غتخدم فيها فين كاينه. الا كانت بصح عقد العمل صحيح راه الناس غيكونوا عاطينك معلومات صحيحه، وانت غتقول لهم هاد الشركه راه كاينه في مدريد، هاد الشركه شنو كدير فابريكاسيون ولا الكونستريكسيون، غيخلصوني ب 1300 ديال الاورو ولا 1400 ديال الاورو، غادي نخدم 40 ساعه من الاثنين حتى الجمعه ولا من الاثنين حتى السبت، وغادي نخدم مثلا في البني ولا نخدم في الالومنيوم في النجاره ولا نخدم شي حاجه. يعني هاد الكونطراتو هادي خاصك تكون عارف لي زانفورماسيون ديالها، فين غادي تخدم، فين كاينه الشركه، الاسم ديال الشركه، شحال غادي يخلصوك وشنو غادي تخدم تمايا. كاين اللي كيمشي للقنصليه كيبقاو يسولوه، كيبقى يشوف كيقول ما يمكنش حتى دابا دافع كونطرا الاسبانيا غادي تمشي تخدم تمايا، ما عارفش فاش غتخدم، ما عارفش سميه الشركه، ما عارفش مولاها، ما عارفش فاش غتخلص، ما يمكنش. يعني هاد القضيه فيها ان وكيرفضوا لك الفيزا. الاخوان اللي يخليكم عقود العمل اي واحد غتجي شي كونطرا من اسبانيا ولا من ايطاليا خاص دائما يدير في بالو راه كاينه واحد 99.99% تكون عمليه ديال النصب، ويخلي داك الاحتمال ديال 0.99 تقريبا بحال هكا اللي تقدر ما يكونش فيها النصب. ما تثقوا في حتى شي واحد، لان انا هبطت مؤخرا المغرب وسمعت قصص كثيره ديال الناس اللي تم عليهم النصب في العقود العمل. وانا ما كنتش كنبغي نتكلم في هذا الموضوع وكنقول كل واحد الله يعاونه ولا يسهل عليه، ولكن جا الوقت لاننا خاصنا نتكلموا على هذا الموضوع هذا وننوركم انا شخصيا ونقول لكم ها كيفاش انا شرحت لكم في هذا الفيديو كيفاش كدوز عقود العمل. ما يمكنش عقد العمل يقول لك انا دافع عليك شفويا، ما كاينش عقد العمل شفويا. الاخوان اولا كنعتذر لانني طولت هذا الفيديو هذا لغلب الله. ثانيا كنغيب عليكم لان كنت مشغول حاليا هذه المده كامله بالدراسه والخدمه. حاليا غادي نرجعوا ان شاء الله نبقاو ندير لكم دي فيديو، لان مجموعه ديال الناس كيسولوك فين غبرت. انا ما غبرت حتى شي بلاصه، راه غير الوقت اللي ما كاينش. ودابا غادي نحاولوا اننا نقدموا لكم دي فيديو اللي كما وعدتكم دائما غادي تستافدوا منهم بطبيعه الحال. هذه بشهاده ديال الناس ماشي ديالي. الفيديو الا ما كنتيش غادي تستافد منه انت، انا ما كاينلاش غادي نضيع فيه الوقت ونصوروا لكم. الله يعاونكم ولا يسهل عليكم. ومازال دي فيديو اللي غادي يجيو ان شاء الله، بحكم ان قانون الهجره الجديد غادي ينزل في 20 شهر 5 والتغييرات ديالو، والدراسه كذلك غادي تسجيل ديال التكوين المهني في البدايه ديال شهر 5 غادي يكونوا دي فيديو اللي كيتعلقوا بالدراسه بالنسبه للناس اللي باغا تقرا، بالنسبه للناس اللي باغا دير. وغادي نخلي لكم
في فيديو مقبل الرقم ديال التليفون ديالي اللي بغى نخدم معاه انا شي تراميتي اللي كندير في اسبانيا فقط، اما شي حاجه اخرى ما كنديرهاش. اولا عقود العمل انا ما كنخدمهم ما كنقلبهم، ما عندي بهم حتى شي علاقه. فقط اللي جاب الوريقات ديالو هنا في اسبانيا وكيبغي يدفع راه كيجيب كونطرا ديال الخدمه. اعانكم الله، الله يسهل الامور للجميع.